تحدي يمن يعني يوم تخلي انت ببالك انه فد شيء لازم توصل له. انه هو تمثل منتخب بلادك، اكيد هذا الشعور يعني شعور حلم كل لاعب صراحه انه يحقق هذا الحلم. فكان يعني انا يعني حلمي انه فقط انه امثل المنتخب العراقي. اشتغلت على نفسي يعني هواي، اشتغلت الصراحه. اجتهدت اكثر شيء يعني بالانديه، يوم يعني نروح المباريات الدوري التمارين. فالحمد لله انه هذا الشيء حققته، وهذا حلمي كان صراحه. منو المدرب اللي له بصمه كبيره على مهند علي لليوم ما ينساه؟ هم يعني كل المدربين اللي شرفوا على مهند هم صاحبين الفضل عليه. بس اذا نتكلم على الكابتن باسم قاسم اللي هو دعاني المنتخب الوطني بطولة كأس الخليج اللي كانت يعني في الكويت. فكان هو يعني هو أول مدرب دعاني المنتخب الوطني. لكن خلال الفترة هذه يمكن أنت ساكن في بغداد، بغداد في العشوائيات، وأثناء البطولة اتصال والدك يستلمه، يستقبل اتصال ويا توجيه بأنه يجب أن يخلي المكان ويخلي البيت. صح. خبرني معلوماتها قوية. خبرني عن الفترة هذه. يمكن تعرف أنت أثناء بطولة أهلك دائما يتواصلون وياك، يدعمونك، يشجعونك، لكن هل كان أنت عندك علم بهذا الموضوع؟ لا أنا ولا ما كان عندك علم إلا لما رجعت من البطولة؟ إلا ما رجعت، يعني يوم رجعت من البطولة يلا عرفت. يعني تعرف أنت ببطولة ومباريات عندك، فأكيد يعني أهلك ما يتصلون بيك ويقولوا لك إنه الأشياء المو زينة، دائما ما يسمعونك الكلام الطيب الكلام الجميل، دائما ما يآزرونك. فأكيد ما قالوا لي. يوم رجعت أنا من البطولة عرفت إنه هذا الخبر. شو صار وقتها؟ شيء يعني أكيد يعني أنت يعني تشوف تخلص من بطولة، لقب الهداف، العراقيين عرفوك، المسؤولين عرفوك، أنت رجعت، أهلك محتاجين الحين الفترة هذه بأن أنت تستفيد منها يعني كأثر رجعي على العائلة وعلى أسرتك وتسعدهم. صح. شو اللي صار؟ قلت لك هو اول ما رجعت يعني يوم عرفت انا الخبر، يعني شيء صعب اكيد انه انت يجونك يقولوا لك لازم تخلي البيت، ويعني شيء صعب. بس لكن الحمد لله اكو ناس يعني مسؤولين انه تجاوزت هذا الشيء. يعني الحمد لله بقينا ساكنين في البيت وما طلعنا. نعم. وكان حلمك انك تشتري لهم بيت؟ اي يوم كنت صغير الحمد لله حققت هذا الشيء بعد ما مثلت المنتخب العراقي. بعد احترفت بقطر، دولة قطر، مع نادي الدحيل، وجه لهم التحية. حققت حلمي واشتريت لهم بيت الحمد لله. مهند، يعني يمكن أنا شفت لك مقابلة أنت رديت على أحد الأشخاص بدون ذكر أسماء بطريقة أفضل من الطريقة اللي هو تكلم فيها عليك. هذا ما دل فإنه يدل على أخلاقك صراحة، يعني من اللاعبين المحترمين صراحة بكل أمانة، وأخلاقك عالية جدا. حتى ردك مهذب وما نكرت حتى التعب اللي هو تعبه عليك. أنت فاهم أنا شو أقصد؟ فاهم. نوجه له التحية ونقول له الله يوفقك بس. نعم. زين، ليش كانوا ينتقدونك؟ يعني هي كرة القدم لازم إذا ما ينتقدونك يعني أنا ما أعتبر إنه أنت ناجح. فدائما الناجح دائما ما ينتقدونه، بس هو إنه عليه ما يهتم، عليه إنه يركز بعمله، عليه إنه يجتهد أكثر وبس. نعم. وأنت بالنسبة لك أنت كشخص يعني واثق من اللي أنت بالوضع اللي أنت كنت فيه، يعني حتى أنت كنت كلاعب، يعني إذا ما تحدثنا عن مهند أثبت نفسه ورد على الناس في أرضية الملعب. بس هو قلت لك الشخص الناجح دائما ما الناس تنتقده، فعليه انه هو ما يركز بهاي الامور. يعني عليه انه يركز بس بعمله داخل الملعب، ويرد يكون الرد بداخل الملعب بس. طيب خلال الفترة هذه أنا يمكن أحد الأشخاص اللي كان لي الشرف أني أتواجد في تغطية هذه البطولة. يمكن التمسنا من الشعب العراقي، من العراقيين، من الجمهور، هي الكرم والضيافة والأخلاق. يعني صراحة بكل أمانة الشعب العراقي ينشال على الرأس على اللي سووه ويانا. لكن صراحة بكل أمانة الجمهور العراقي يحتاج إلى بطولات كثيرة حتى أن اليوم. وشفنا نحن تعطش الجمهور العراقي ومحبتهم من 5 الفجر عشان يحضر مباراة الساعة 8:30 المساء بالليل. أعتقد أمر جدا مهم. أنت كلاعب لما تشوف الجمهور بهالطريقة شو الرسالة اللي توصل لك؟ اكيد يعني هو يكون حافز يعني كبير لك. يعني يوم تشاهد انت يعني الجمهور العراقي دائما ما يطالب اللاعبين بالفوز بالبطولات او حتى بتصفيات كأس العالم،
والان احنا مقبلين على نهايات كاس العالم، يعني تصفيات. عندنا مباراتين ان شاء الله اذا حققنا بهن الفوز راح نكون متواجدين بكاس العالم. فاكيد الجمهور العراقي يستاهل صراحه. احنا علينا كلاعبين انه نقدم كل ما عندنا بداخل الملعب لاسعاد هذا الجمهور اللي صراحه انه يستاهل الفرحه. اخوك احمد، اي شو اخباره؟ زين. طيب. زين. ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي. اي دائما ينزل. لكن عند يوم ينتقد اللعيبه يسبب لك احراج مع زملائك اللاعبين؟ اي نعم. شو الحديث اللي يصير بينك وبينه؟ يعني تعرف انت اللاعبين كلهم اصدقاء يعني، وتربطنا بيهم علاقه يعني حتى خارج الرياضه. فيوم اخوك انه ينزل فد شيء يعني، وخاصه هم يعني قريبين علي، فهذا الشيء يعني يحرجني دائما. بس هم متفاهمين هذا الشيء يعني. هم متفاهمين. اي يعني انا اقول لهم دائما اسولف وياهم. نعم. فتره انتقالك الان الى دبل فجيره، كيف جتك الفكره الى الدوري الاماراتي، خاصه ان الدوري الاماراتي في الفتره هذه يمكن في زخم كبير بالنسبه للاعبين الاجانب والمحترفين والمقيمين، واعداد كبيره وذات مستوى عالي جدا. كيف انتقلت؟ كيف جتك الفكره التواصل الاخوان هنا في نادي دبل فجيره؟ اكيد يعني نوجه لهم التحيه، وما قصروا صراحه حتى يوم جيت انا لهذا النادي. يعني اتمنى انه اقدم كل ما عندي الصراحه لهذا النادي، اتمنى انه اقدم في شيء انه يليق بسمعه هذا النادي، وان شاء الله راح اكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. كنت تتابع الدوري الاماراتي سابقا؟ كنت اشوف مباريات، كانت تطلع مباريات واشاهد يعني، بس مو هوايه، شوي. كنت تتابع الوسط، العين اكثر شيء كنا نتابعهم يعني. نعم. كانت بدوري ابطال اسيا. نعم. كنا نشاهدهم صح. نعم. قبل كانت في عروض او يعني الانديه كانت تبغي تضمك او شيء؟ اي اكو كان طبيعي نجم مثل مهند علي صراحه، يعني واحد من المهاجمين اللي يتميزون بالمراوغه، ويمكن انت في احدى البطولات حصلت على اعلى تقييم في المراوغه كمهاجم ما بين المهاجمين اللي في البطوله. شو يمثل لك هالشيء؟ بالاكيد يعني انت دائما ما تجتهد بالتمرين او تجتهد بعملك، فاكيد راح تكون يعني لك بصمه داخل الملعب. فالحمد لله وشكر انه اني دائما اكون مركز داخل الملعب بالتمرين يعني، وحتى بالمباريات. فهذا الشيء جميل لك انه انت تقدم وبالاخير تحصد على شيء جميل. نعم. اخوك احمد، اي شو اخباره؟ زين. طيب. زين. ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي. اي دائما ينزل. لكن عند يوم ينتقد اللعيبه يسبب لك احراج مع زملائك اللاعبين؟ اي نعم. شو الحديث اللي يصير بينك وبينه؟ يعني تعرف انت اللاعبين كلهم اصدقاء يعني، وتربطنا بيهم علاقه يعني حتى خارج الرياضه. فيوم اخوك انه ينزل فد شيء يعني، وخاصه هم يعني قريبين علي، فهذا الشيء يعني يحرجني دائما. بس هم متفاهمين هذا الشيء يعني. هم متفاهمين. اي يعني انا اقول لهم دائما اسولف وياهم. مهند، يمكن اليوم التحديات كثيره بالنسبه للاعبين، انت شو تنصح اللاعبين الشباب اللي يبون يحققون طموحهم؟ البعض يقول لك انا يعني اروح اوروبا بحكم ان اليوم اوروبا هي اللي تجيب لي النجوميه وهي اللي تجيب لي السمعه لكن البعض يقول لك لا، انا لازم اختار النادي المناسب اللي ينجحني او الظروف اللي تخدمني. انت مع اي توجه؟ اكيد يعني اذا انه تكون الفرصه متاحه له انه باوروبا وهو بعده يكون يعني صغير بالعمر، يذهب لاوروبا يطور من نفسه اكثر، يجتهد بالتمارين اكثر، يركز اكثر. فهي هاي الاشياء اللي توصل لاعب كره القدم وتخليه دائما بالقمه.